غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويستر عيبا ويكشف كربا ويرشد حيرانا ويقبل التوبة عن عباده ويغفر السيئات. هو الواحد الأحد الفرد الصمد، لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هو الملك الحق المبين، ينادي سبحانه على عباده التائبين الراجين المستغفرين المذنبين الطارقين لباب توبته، فيقول جل جلاله: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون. وأشهد أن لا إله إلا الله محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد أيها المسلمون، ها نحن اليوم قد خرجنا نلجأ إلى الله ونتضرع إليه ونقف على بابه معترفين له سبحانه وتعالى بذنوبنا وأخطائنا، سائلين سبحانه أن يتوب علينا، ممتثلين قوله سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقوله سبحانه: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فنحن الآن نتضرع إليه سبحانه، فإنه لا ملجأ إلا إليه. ولكن أيها الإخوة الكرام، لا بد أن نعلم علم يقين أنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، وأن للقحط والجفاف أسباب كما أن للغيث أسباب. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. أيها الإخوة الكرام، نذكر القرآن الكريم الذي هو الهادي إلى صراط مستقيم أن للغيث أسباب كما يذكر للقحط أسباب. السبب الأول من هذه الأسباب هو الاستقامة. قال سبحانه: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. فالسبب الأول الذي يستوجب المطر هو الاستقامة، والاستقامة أن تستقيم كما استقام لك الكون. أما السبب الثاني هو الاستغفار، وما أدراك ما هو الاستغفار؟ الاستغفار هو الباب الذي يدخل منه العبد الذي انحرف عن الله. قال سبحانه على لسان نبي من أنبيائه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. عودوا إلى الله، ارجعوا إلى الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فإذا عدنا أرسل الله عز وجل السماء علينا مدرارا فأنزل غيثه ورفع بلاءه. قال الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم خلقتك لنفسي وخلقت كل شيء لك فبحقي عليك، لا تشغل نفسك بما خلقته لك عما خلقتك له. يا ابن آدم خلقتك لنفسي فلا تلعب، وتكفلت لك برزقك فلا تتعب. يا ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن كنت كفاتك كل شيء.
وأنا أحب إليك من كل شيء. استغفر الله استغفر الله استغفر الله وأتوب إليه. فكل مشاكلنا يحلها الاستغفار الذي يكون من العبد الصادق لله جل جلاله. أما السبب الثالث هو تقوى الله عز وجل. قال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالبركات لا بد لها من مفتاح، والمفتاح هو التقوى. فلا بد أن نتقي الله عز وجل من الظلم والمعاصي. والسبب الرابع من أسباب نزول الغيث هو التوبة النصوح. قال سبحانه على لسان نبيه هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فتلك هي 4 أسباب يرشدنا القرآن إليها لنعود إليه متمسكين، فيأتي المطر بإذن الله عز وجل. وأما أسباب القحط فلا يغفل كذلك عنها القرآن الكريم، فيذكرنا بها حتى لا نقع فيها. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر المهاجرين والأنصار 5 خصال إذا ابتليتم بهن ونعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع الذين لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وما منعوا المكيال والميزان إلا أصيبوا بالسنين، والسنون هي سنوات الجفاف والقحط. فنقص المكيال والميزان هي من أسباب تأخر الأمطار. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. فمنع الزكاة ومنع إخراجها للفقراء والمساكين من أسباب الجفاف والقحط وقلة نزول الغيث. كذلك من أسباب القحط كثرة النعم وعدم شكرها لله عز وجل. قال سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم وأتوب إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين. استغفر الله استغفر الله استغفر الله ملء السماوات والأرض. استغفر الله من كل الذنوب التي أذنبناها في السر والعلن، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الثناء الحسن. أما بعد أيها المسلمون، كان من هدي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أنه إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة. ولذلك ربنا عز وجل والشريعة المحمدية شرعت لنا الصلاة في كل أحوال الحياة. فإذا تبنا إلى الله نصلي صلاة التوبة، وإذا احتجنا وكنا في كربة نصلي صلاة الحاجة، وإذا وقع كسوف نصلي صلاة الكسوف، وإذا وقع خسف القمر أو خسوف القمر نصلي صلاة الخسوف، وإذا كان عيد نصلي صلاة العيد، وإذا وقع جدب أو قحط نصلي صلاة الاستسقاء. وكل أحوالنا متعلقة بالله عز وجل، أي أن الله سبحانه وتعالى يعلمنا أن نرتبط به سبحانه، لأن الصلاة هي الصلة بين العبد وربه. فجدير بنا أيها الأحباب أن نرجع إلى الله، وأن نكثر من الدعاء والاستغفار والصدقات، وأن نتوسل إلى الله بالعمل الصالح من صدقات وصيام، لكي يكشف الله عز وجل ما بنا من قحط والجد.
فالآن أيها الأحبة نستقبل القبلة ونقلب ثيابنا من ظاهر إلى باطن وندعو الله عز وجل كنتم في الأمكنة تعليمات قوم الله وندعو الله عز وجل. استقبلوا القبلة وقلبوا الثياب. استغفر الله الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم إنا نستغفرك من ذنوبنا ومن جميع زلاتنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم الفضل علينا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا ورحمتك التي وسعت كل شيء أن تسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من اليائسين. اللهم اسقنا الغيث. اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا هنيئا مريئا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان. اللهم أغث ديارنا بالمطر. اللهم أغث ديارنا بالمطر. اللهم أغث ديارنا بالمطر. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم يا ربنا هذه أيدينا الضعيفة قد مدت إليك فلا تردنا خائبين. اللهم قولك الحق أدعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم إنا نعترف بذنوبنا وتقصيرنا. اللهم إنا نعترف بذنوبنا وتقصيرنا. اللهم إنا نعترف بخطايانا وسيئاتنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع البلاء والوباء والغلاء يا رب العالمين. اللهم ارفع الوباء والبلاء والغلاء يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء يا رب العالمين. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.